السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في درس جديد من دروس أولى ثانوي. عندنا إن شاء الله النهاردة درس جديد في الهندسة، الدرس الخامس. أوكي. تطبيقات التشابه في الدائرة. قبل ما نشتغل إن شاء الله ما ننساش ندوس على اللايك إن شاء الله عشان توصل لأكبر قدر من الطلبة. تعال نشوف مع بعض. تطبيقات التشابه بيقول لي حاجة. بيقول لي إذا تقاطع مستقيمين الحويان للوترين، يعني في مستقيمين هم متقاطعين في الدائرة، هم الوترين دول. لو تقاطع وترين، أنا عندي هنا كام وتر في الدائرة؟ عندي 4، أدي 1 2 3 4. أي قطعة مستقيمة واصلة بين نقطتين على الدائرة بسميها وتر. ماشي كده؟ لكن اللي بيمر بالمركز بسميه قطر، لكن ده وتر. فأنا عندي 4 أوتار، في 2 منهم اهو تقاطعوا جوه. طيب الاثنين دول زي دول كده، دول لو مديتهم للآخر هيتقاطعوا بره. فأنا عندي الوترين ممكن يتقاطعوا بره لو مديتهم، وممكن يتقاطعوا جوه خلاص الدايره. طيب في كل الحالات هو بيقول لي لو حصل كده ان وترين تقاطعوا بستنتج حاجه. اجي عند النقطه المشتركه دي، خلي بالنا، ولازم اقراها 4 مرات. فلازم اقول له ه الف في ه ب بيساوي ه د في ه ج. تاني لازم اقرا اله دي 4 مرات، ولازم 2 في خط واحد و2 في خط واحد. فبقول له ان ه الف في لازم في ه ب، الاثنين اللي نفس الخط دول، يبقى باخد الاثنين ده وده اللي في نفس الخط، يساوي هنا يساوي ه د في ه ج. ه د في ه ج. يبقى قريت اله 4 مرات اهي، 4 مرات وابتدي بيها. طب لو الاثنين تقاطعوا بره برضه اقراها 4 مرات، اقول له ه ب في ه الف يساوي ه د في ه ج. اللخبطه اللي بتحصل هنا الناس بتقول ه ب في ب الف، لا، لازم اله تتقري 4 مرات. يبقى ه ب في ه الف كلها يساوي ه د في ه ج كلها. واضحه يا جماعه؟ يبقى لازم اله تتقري 4 مرات. طيب تعال نشوف كده شويه اسئله. وخلي بالكم برضو العكس، لو لقيت انا الكلام ده ان ه الف في ه ب تساوي ه د في ه ج، بقول له اذا النقط الاربعه دول بيمر بيهم دايره واحده، العكس بتاعنا. طيب تعال نشوف هنا كده اهو. بيجي هنا بيقول لي ان دول وترين اهو، بيديني دي ب3 ودي ب2 ودي ب4 ودي ه د. برضه الدرس ده خلص واحنا دلوقتي بنحل. فاحنا دلوقتي بيديني 3 حاجات وعايز الرابعه، فانا اقول له ايه؟ طالما دول وترين متقاطعين اقول له ه د في ه ج، ه د في ه ج بيساوي ه الف في ه ب، ه الف في ه ب. طب ه د انا مش عارفها، لكن ه ج انا عارفها ب4. دول انا عارفها، واحده 3 واحده 2، يبقى 3 في 2. لما اكون عايز ه د بقول له ايه؟ بقسم ده على ده، يبقى ه د بيساوي، او ساعات كنا بنقسم على 4 وعلى 4. فه د هيساوي 3 في 2 على 4، يعني 6 على 4 فيها 1.5. يبقى الحته دي طلعت 1.5. كلام سهل وكلام فارغ طبعا. اضرب دي في دي يساوي دي في دي. لا شوف واحده ثانيه. بيقول لي هنا دول متقاطعين بره، بيديني دي 4 ودي 3 ودي 5، وعايز الحته دي. هنا نفس الكلام، هقول له م د في م ج كلها. اوعى حد يقول 4 في 5، 4 في 9، دي كلها ب9. ودي الغلطه اللي دايما الكل يقع فيها، نخلي بالنا عشان ما نقعش في الغلطه دي. اخد الحته دي في كلها، في الف في م ج كلها 9، ما ننساش. فانا هقول له هنا م د في م ج، م د في م ج هيساوي م ب في م أ، م ب في م أ. طيب م د ب4 في م ج ب9، م ب ب3 في م أ. لو انا عايز م أ يبقى بقسم دول على دي، يبقى اقول له م أ بيساوي 4 في 9 على 3. دي مع دي فيها 3 في 4 ب12، تطلع م أ ب12. اخلي بالي برضو من الغلطه، اشوف الراجل عايز مين، مش عايز م أ، ده عايز أ ب بس. انا طلعت دي كلها 12، في حته منها 3، يبقى الباقيه هنا عندي ب9. دي الغلطه اللي كل الطلبه بتغلطها على طول. اول ما اطلع 12 هلاقي ال 12 موجوده برضه، فبغلط واختار ال 12. اخلي بالي انا طلعت ايه وهو عايز ايه. هو عايز ا ب، وانا طلعت م أ كلها، يبقى انا اقول له ال 12 دي كلها ب12، في حته منها ب3 اهي، يبقى الباقي عندي كام؟ 9. نشوف واحده ثانيه.
دي خلي بالنا بقى، المره اللي فاتت كانت مديني ايه؟ دي وعايز دي. المره اللي فاتت كانت مديني دي وعايز دي، المره دي العكس، العكس اتقل اصعب شويه. انا هنا هقول له ايه برضه؟ م ب في م الف. دي بصوا يا جماعه انا هسمي دي س، فانا هقول له م ب في م الف هيساوي م د في م ج. م د في م ج. طيب م ب انا مش عارفها سميتها س، في م الف دي، م الف انا ما اعرفهاش كلها على بعض بس عندي حته منها س وحته 5، فهكتب له س زائد 5. ده كله بيساوي م د اللي هي 3 في م ج اللي هي 3 و9 12. اوعى حد يقول لي 9، م ج كلها ب 3 و9 12. طب هنا لازم افك اقواس بقى، س في س بس تربيع، س في 5 ب 5 س، 3 في 12 ب 36 ادخلها جوه بسالب 36. دي نحلها بالاله اللي هو مود 5 3 او احللها كده اهوت زي ما احنا عايزين. س وس دي 9 في 4، الفرق بينهم 5، الكبير بياخد اشاره الحد الاوسط ودي سالب. معنى كده الس هيساوي 4 او الس هيساوي سالب 9 مرفوضه، مفيش اطوال بالسالب، يبقى الس طلعت ب 4. الحته دي كده طلعت عندي ب 4. الراجل عايز ايه بقى؟ الراجل عايز م ب، م ب طلعت ب 4. لو كان عايز م الف كلها كنت هجمع 4 و5 9. واضحه؟ طيب تعالوا نشوف دي كده. بيقول لي ه الف على ه ب، ه الف على ه ب 4 إلى 3، بس دي نسبة مش أطوال، دي نسبة. طالما نسبة فأنا بقول له إن ه ألف أضرب دي على طول في س أو في كاف. دي ب4 كاف وه ب بتساوي 3 كاف، ألزق فيها كاف. أول ما تجيلي نسبة ألزق فيها كاف. طب أنا هبتدي أحل هنا عادي خالص. بقول له ه ألف، ه ألف في ه ب بيساوي ه د في ه ج، ه د في ه ج. طب ه ألف في ه ب دي اللي هي النسبة اللي هي 4 كاف اللي هو دول في 3 كاف. ده بيساوي التانيين بقى اللي هو 6 في 8، يعني 4 في 3 ب 12 كاف تربيع، 6 في 8 ب 48. لو عايز كاف تربيع هقسم على ال 12 وعلى ال 12، يبقى كاف تربيع بيساوي دي على ال 12 فيها 4، يبقى الكاف هيساوي 2. طبعا هي مفيش موجب او سالب عشان دي اطوال. الكاف ب 2، لما اشيل الكاف واكتب 2 بقت 2 في 4 ب 8، و2 دي برضه بقت 2 في 3 ب 6، يبقى هي أ ب 8 وه ب ب 6. طب الراجل عايز ايه؟ عايز ه ب، ه ب هتطلع ب 6. واضحه يا جماعه؟ طب دي حاجه ثانيه بقى، نتيجه بيقول لي اذا كانت ه دي من بره وده مماس، خلي بالكم مماس، المفروض قلنا اله دي هقراها 4 مرات، فانا هقول له ه ب اهي، ه ب في ه ج هيساوي لازم دي مرتين، فه الف مفيش غير الف، فبقول ه الف مرتين، ه الف في ه الف اللي هي بيساوي ه الف تربيع. فانا عندي لو مماس هتبقى نقطه واحده بس بقراها ه الف تربيع، يبقى ه الف تربيع هيساوي ه ب في ه ج. في النتيجه العكس بيقول لي اذا لقيت انت ه الف تربيع بيساوي ه ب في ه ج يبقى ده مماثل الدايره اللي بتمر بالنقط الثلاثه الف وب وج. نشوف طب كده سؤال. بيقول لي ده مماس مديني دي 4 ودي 5 وعايز ه الف، فانا بقول على طول ان ه الف تربيع بيساوي 4. اوعى حد يغلط ويقول 5، 4 في 9 يعني 36، دي اللي هي ه الف تربيع. يبقى اله الف بس بيساوي جذر ال 36 بيساوي 6 سم. كلام فارغ خالص. واضحه؟ ده تربيع بيساوي ده في ده كله، ما ننساش يا جماعه. كل دي حاجات سهله خلي بالكم خالص. نيجي نشوف دي كده. بيقول لي برضو دي 6 ودي 4، عايز الحته دي. نفس الكلام اقول له ده تربيع بيساوي ده في ده، وهو حد يغلط ويقول له ده في ده، هقول له ا ب تربيع بيساوي ا ج في ا د كلها. فانا عندي ا ب ب 6، عندها 36، ا ج ب 4 مضروبه في ا د
يبقى ألف د هيساوي إيه؟ بقسم على 4، 36 على 4 تطلع 9. خلي بالنا من حاجة، 9 اللي هو ده كله، عشان هتلاقي 9 وهتلاقي حاجات تانية. الراجل عايز ج د بس. الحتة دي 4 من ال9 يبقى فاضل لي هنا 5 سم. يبقى الحل هيطلع 5 مش 9، عشان هو مش عايز ألف د، هو عايز ج د. كل مرة أقول لكم خلي بالكم من الغلطة دي، هو عايز دي ولا عايز كله؟ ماشي يا جماعة؟ نخلي بالنا قوي. دي مسألة محلولة كده نشوفها. بيقول إيه الراجل؟ بيقول لي أ ب ج مثلث، دي 8 دي 4 دي 12. عايز يثبت إن أ ب مماس. فأنا بقول له دي تربيع، أ ب تربيع أهي، أ ب تربيع بيساوي 64. طب أ ج في أ د، أ ج في أ د بضرب 4 في ده كله على بعضه، ده كله على بعضه اللي هو 16. خلاص اللي هو 4 و12 16. اضرب 4 في 16 بتطلع 64. اذا لقيت دي بيساوي دي اقول له خلاص اذا أ ب تربيع يساوي أ ج في أ د. دي لو جت بتيجي مقالي بس. خلاص كده؟ اذا أ ب مماثل الدايره اللي بتمر بالنقط الثلاثه دول. ماشي كده يا جماعه؟ ده سؤال لو جه مقالي، ونخلي بالنا بس مفيش اكتر من كده. كله كلام سهل وهايف خالص. طب نشوف هنا المثال ده. بيقول لي دي 4 دي 3 دي 9 دي 5. عايز يثبت ان الشكل ده رباعي دائري. امتى اثبت ان الرباعي ده ايه؟ لو مر بيهم دايره واحده. طب امتى هيمر بيهم دايره واحده؟ عشان يمر بيهم دايره واحده يبقى لازم اثبت القاعده اللي هو ده في ده بيساوي ده في ده. يعني اذا اثبتت ان ه د في ه ا، خلي بالكم ه د في ه ا. لو اثبتت انها بتساوي ه ج في ه ب، ه ج في ه ب، اذا ماشي على القاعده اللي احنا قلنا عليها بتاعه الوترين بتوع الدايره، يبقى هيمر بيهم دايره واحده. طالما هيمر بيهم دايره واحده يبقى الشكل ده رباعي دائري. لكن هل ده في ده بيساوي ده في ده؟ تعال نشوف. ه د في ه ا، يعني 3 4 دي 4 4 في 9 يساوي 36. طب ه ج في ه ب اللي هي 3 في ده كله 12 يساوي 36. أو نقول له إذا ده في ده يساوي ده في ده. ه د في ه أ يساوي ه ج في ه ب. أقول له إذا النقط أ ب ه د، أ وب وه ود يمر بهم دائرة واحدة. طالما هيمر بيهم دائرة واحدة أقول له إذا الشكل دوت رباعي دائري. ويبقى كلام سهل وكلام بسيط ما فيهوش اي حاجه. وكده يبقى خلصنا الجزء ده. هو الدرس ده سهل قوي بسيط صغير، والدرس اللي فات صغير في الهندسه. الاثنين دول كده دروس صغيره. واضح كده يا جماعه؟ اللي عايز اي حاجه يا جماعه يبعت ويسال، واحنا ممكن نعمل حلقه لايف نفهم الناس اللي عايزينه كده. خلاص كده، ونشوف الاسئله اللي هم عايزينها. هحاول ان شاء الله نحل اسئله على الدروس دي كده بحيث نفهم اكتر ان شاء الله. وان شاء الله ربنا يقوينا ويعملها. وان شاء الله ما تنسوش اللايك خلاص والشير، والناس اللي ما اشتركتش تشترك. والى لقاء اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.